السلام عليكم حبيباتي. اليوم جبت لكم فيديو جديد، كيكه اللي كتجي هشيشه ورطبه وبنينه وجميله هذا الشكل، تحمر لك وجهك قدام ضيافك. نخليكم تشوفوا الشكل الكيكه وعاد ندوزو لطريقه التحضير. ندوزو لطريقه التحضير على بركه الله. عندي هنايا 2 بيضات على درجه الحراره ديال المطبخ، عندي هنا الدقيق الابيض، وعندنا هنايا واحد ياغورت ديال الفاني، كاس غير ممتلئ ديال السكر، وكاس ديال الزيت. عندي هنايا 2 ديال الحبات ديال خميره الحلويات، وواحد فلو ديال الفاني، اي فلو اللي كمتواجد عندكم في المنزل. صافي كنجيب هنايا واحد الاناء، كنبدا اول حاجه اللي خصني نديرها هي ندير دوك 2 حبات ديال البيض، ودي نزيد عليهم كاس ديال السنيده، وغادي ندير حتى الفلو ديال الفاني، وغادي نخلطهم مزيان بالخلاط كهربائي او خلاط يدوي. داكشي كيبقى اختياري، يعني اللي حبيتو نتوما وشنو كان متواجد عندكم في المنزل. واللي عنده غير الخلاط يدوي حتى هو راه مزيان، يعني عادي ماشي ضروري خص يكون خلاط كهربائي. كندير واحد شويه ديال الملحه، غير نصف ملعقه صغيره ديال الملحه، ونزيد هذيك الحبه ديال الياغورت اللي كنتو شفتو معايا، وصافي كنخلطهم مزيان بالخلاط حتى ينسجم ليا الخليط. من بعد ما نسجم لي الخليط غادي نزيد عليه داك الكاس ديال الزيت غير ممتلئ، واللي بغى باش يعبر غير بالكاس ديال العنبه، ولا يعبر حتى بهذاك العلبه ديال الياغورت حتى هي راه نفس العبر ديال الكاس ديال العنبه، يعني اللي كان متواجد عندكم. صافي كنبقى حتى كنخلط مزيان الخليط باش ينسجموا ليا كاملين. وموراها عاد غادي ندوزو باش نديرو الدقيق الابيض. غادي نبقى ندير الدقيق الابيض غير شويه بشويه وانا كنغربلو، يعني بشويه بشويه حتى نحس نسجم لي الخليط كما راني باغياتو انا. من بعد ما درت واحد شويه ديال الدقيق غادي نزيد عليه 2 اكياس ديال خميره الحلويات، وغادي نزيد حتى الدقيق. ومن بعد ما انا كندير الدقيق غير بشويه بشويه وانايا كنخلط حتى ينسجم ليا الخليط مع الدقيق، ويصبح عندنا خليط ما خص ما يكونش صلب بزاف، يعني خصها تجي واحد شويه بحال اللي مطلوقه. الخليط ديالنا خصو يجي واحد شويه مطلوق وما يكونش مطلوق بزاف، يعني كما راكم تشوفوا دابا عاد خص هاد الدقيق، يعني كنبقى نطلع بالطراب باش نشوف واش الخليط صبح كما بغيت ولا مازال. ومن غادي نوريكم كيفاش في الاخير الخليط ديالنا كيجا. صافي دابا الخليط ديالنا راه واجد، يعني خص تجينا الخليط بحال هكا عاقد ما يجيش جاري. وغادي باش التزيين انا درت شويه القوقاو في المول، دهنت اول حاجه دهنت المول بالزبده، وزدت فوقو شويه ديال القوقاو على حساب التزيين، يعني داكشي كيبقى اختياري. هنا صافي دخلت الكيكه ديالي للفران، تشوفوا كيفاش خرجت كيفاش جات الكيكه، راه غير المنظر اللي جا البركه. وهذا هو الكيكه اللي من تحت، المنظر ديالها اللي من تحت، يعني ماشي من الفوق، انا كنت وريت لكم من الفوق ومن تحت. ويبقى لكم تزيين اختياري. مهم شنو غادي نقول لكم، نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا عجبتكم الكيكه، وصراحه راها سهله اقتصاديه وخفيفه وكتجي بنينه، لا في الشكل لا في المذاق ديالها. ونخليكم تشاهدوا الكيكه ونقول لكم بالصحه والراحه. واللي كيشاهد القناه ديالي لاول مره ما كرهتش انكم تدعموني بالاشتراك وديروا زر الجرس.